الحمد لله، بارك الله فيك خويا. الحمد لله احنا كمغاربه ننتمي للصحراء المغربيه، كلنا فخر بالانتماء المغربي وبالانتماء للملكيه المغربيه ولله الحمد. ثاني حاجه ودائما اقولها في كل اللايفات ان التمغربيت كتجري في الدماء ديالنا، كيف كما قال الاخ عز الدين اننا ننتمي لهذه المنطقه الجنوبيه من المملكه المغربيه. لنا للاسف كما قال عز الدين للاسف لنا قياده جبهه البوليساريو الانفصاليه، لكننا نتبرأ منها امام الله ونتبرأ منها امام الجميع، فنحن مغاربه وسنظل مغاربه الى ابد الابدين. كلمه صحراويين خويا الصنيبي وانت العارف طبعا والعالم طبعا بهذا الملف، كلمه صحراويين لم تكن يوما تعنينا كمغاربه، نحن كنا عرب وسنظل عرب مغاربه. كلمه صحراويين ما هي الا كلمه روجت لها البروباغندا الجزائريه للترويج لكيان وهمي لا علاقه له بالتاريخ. يعني كلمه الصحراويين لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. مرارا وتكرارا احادث ابي واناقش معه الامر ويقول لي العجب، اقسم لك بالله بالحرف يقول لي العجب ثم العجب اننا نحن نعرف روسنا باننا عرب قبائل وعشائر، كيف لكلمه صحراويين ان تسحب عنا الصفه هذا هو بغيت نتكلم معك حسنيه، تسحب منا الصفه ونسمونا بصحراويين. تكلم بالحسانيه، يحصل لنا الشرف ونفرح باننا كنسمعوا هذا الكلام الطيب والحسانيه الجميله والتي تيكون شي طلع كيهضر بداك اللغه الدارجه ديالنا، طلعت الحسانيه هي داك الملح في الطعام. داكشي اللي كاين. المهم غير اللي بغيت نقول باش يسمع كاع الناس ويعرفوا حتى المغرر بهم عن حنا كيف قال لي بويا عن حنا مالنا صحراويين، لان كلمه صحراويين لا تعنينا في شيء. فعلا المنطقه كانت قاحله وكانت صحراء جرداء، لكننا كنا نعيش فيها على اساس اننا مغاربه وسنظل مغاربه، ولنا الفخر كما اخبرني والدي، لنا الفخر انه يوم تم نفي الاسره العلويه محمد الخامس والاسره العلويه المالكه ولله الحمد، يوم تم نفيهم الى كورسيكا ومدغشقر كانت النساء في الصحراء المغربيه يلتحفن السواد، يلبسوا الملحفه السوداء حدادا على هذا النفي الذي تم في حق الاسره المالكه المغربيه. ويوم عاد بعد سنتين 54 يوم عادت الاسره الملكيه، اقسم لك بالله اخبرني والدي معنا وكان صغيرا حينها ان الزغاريت والحفلات ونحر الابل كانت لا تعد ولا تحصى، وكانت ترفع الاعلام وصور محمد الخامس طيب الله ثراه وصور الحسن الثاني طيب الله ثراه والاسره العلويه كانت الاعلام. الناس ما عيدوش توريا، الناس ما عيدوش توريا. قال لك مولي فاش كانت الطياره الاسبانيه طير في السماء، قال لك هما قال لك يكونوا قاعدين قدامي بلهم عند خيامهم يقولوا غادي يجيكم محمد الخامس في الطياره اللي ينسفكم. يعني هذا يعني الشعب البسيط، وشوف التمسك ديالو بالملكيه وبالوطن ديالو. حتى سولت بوي كم مره كيقول لك عن العمله في المغرب، كم من يعني الكورغولي ولا الانفصالي يقول لك اعطيني دير العمله المغربيه ولا اعطيني اش كان في المغرب. سولت بويا قال احنا من نهار قمنا ونهار عرفنا روس نهار وعينا على الدنيا نعرفوا عن الدرهم المغربي، وهو اللي كنا نتاجروا به وهو اللي كان التعامل به، الدرهم المغربي وليس غيره. نهار دخل الاسبان، نهار دخل الصحراء المغربيه، نهار دخل الملك الحسن الثاني في المسيره الخضراء المظفره، لم يجد امامه لا الشعب الصحراوي ولا شعب البوليساريو ولم يجد معه لا جيش جزائري، وجد امامه الجيش الاسباني الذي اندحر، ووجد امامه الشعب المغربي الذي كان مستعمرا تحت نير الاستعمار الاسباني، وجد المغاربه، وجد قبائل الصحراء المغربيه، وجد العشائر المغربيه، ولم يجد غيرهم ابدا. ومن يطبل لغير هذا الكلام او لهذه الاحداث فاعلم انه متكرر، واعلم انه مجرد مطبل لاجنده كبرناتيه. والدي ولله الحمد بويا انا اللي ولدني انا بويا الحمد لله جاجه في الارمي سنه 1961، اعمامي جاجوا ولله الحمد لله في القوات المسلحه الملكيه في الخمسينات، جدي الله يرحمه ساهم في القوات في المقاومه وفي جيش التحرير، ويجي انفصالي او مغرر به او كرغلي ويقول لم يكن هناك مغاربه كان هناك صحراويين. ها هو ابي منضوي في القوات المسلحه الملكيه سنه 1961، فما بالك بما قبله. وتجي انت يا كرغلي تتكلم وتقول عن احنا من مغاربه، احنا صحراويين. نحن مغاربه بالاسم بالقلب بالروح بكل ما نملك. والكلمه الوحيده اللي غادي نقول لك خويا الصنيبي لك انت والجميع الاخوان والدكاتره ديالنا اللي كيناضلوا على جميع المنصات ويدحرون الحميري والبونيفي وامثاله، احييكم بارك الله فيك. الحميري والبونيفي واشد على اياديكم واقول لكم استمروا، فانتم المنصه، فانتم منصه الصواريخ التي تدحض هذا العدو الذي جعل من نفسه عدوا للمملكه المغربيه وتناسى للاسف ما فعله السلاطين المغاربه. بلا ما نطول عليك خويا صنيبي لان الكلام في حقكم كثير والاسهاب يعني في ذكر مناقبكم اكبر، لكن كما اقول ساقول كمغربي واقولها للمغاربه للذين هاجمونا وللذين يحاولون مهاجمه الشرفاء من المغاربه، اقول لكم ان تمغربيت لا يحملها الا كل حر شريف، تمغربيت لا يلتحف بها الا كل ذي عقل رزين، تمغربيت شرف يعلو على كل شرف، تمغربيت تاريخ حافل بالامجاد، تمغربيت لا يمكن عدها ولا احصاؤها، تمغربيت خوتي المغاربه هي كل ما نملك، وهي التاج الملكي الذي نحمله بين اضلعنا ومشعل حضارتنا ونبراس عظمتنا. فحي الله اولاد بلادي وحي الله الدكاتره ديالنا بدون استثناء كل واحد باسمه، وحي الله حرار بلدنا المغاربه. ودائما كما اقول نحن ثابتون وراسخون وثابتون على الوحده الوطنيه واوفياء للدوحه النبويه، الاوفياء للعرش الملكي. الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين، لا عزاء لاي متكرر ولا لكل من يطبل للمتكررين. نحن وحده موحده ولحمه واحده وسنظل هكذا الى ابد الابدين. مغاربه في الصحراء، مغاربه في الوطن، مغاربه في الداخل، مغاربه اينما كنا نحن مغاربه، وتمغربيه تجري في دمانا. وحياك الله خويا صنيبي اتاسف على الاطاله واسمح لي شرف لي.